السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض هنعمل الحواوشي المصري على الطاسة بخلطة تحفة وعجينة طرية وجميلة. شايفين طري ازاي؟ ولا ناشف ولا اي حاجة، والطعم في منتهى الجمال والروعة. والله صدقوني، جوزي وهو بياكله ما صدقش ان انا اللي عاملاه. قال لي ايه الطعم، كان تحفة جدا. بمعلقة اللي خلى الطعم جميل كده، معلقة واحدة مش هتصدقوا من ايه اللي خلى الطعم في منتهى الجمال كده. يلا بينا نعرف عملناها ازاي والطريقة بالتفصيل الممل، وان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. انا هنا عندي 4 بصلات صغيرين. احنا هنبتدي باللحمة الأول عشان نسيبها يعني ايه تاخد مع بعض. عندي 4 بصلات صغيرين. عندك بصلاية كبيرة حطيها، 2 متوسطين حطي، بس أنا حطيت 4 صغيرين. وعندي 3 فلفل رومي، وعندي فصين توم، وعندي طماطمتين فلفل رومي أحمر وأخضر. ممكن تحطي شطة طبعا، بس في أطفال هياكلوا عندي فما حطيتش شطة. هنا بطحنهم معايا في الكبة كويس قوي، وباخدهم عندي في المصفى وبسيبهم يتصفوا. عندي هنا بطاطستين مسلوقين، بهرسهم كويس قوي قوي معايا. وبعدين بجيب بقى الخلطة اللي انا لسه عاملاها دي وبحطها عليهم. الخلطة دي يا جماعة شايلة منها المية. المية لو فضلت موجودة في الخلطة وانتي بتعملي الحواوشي هتخرج من العيش وهتبوشه ويبقى مش حلو من العجينة يعني. وهنا انا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، بدمجهم شوية مع بعض. وهحط البهارات. عندي معلقة ملح، الملح طبعا حسب الرغبة. وعندي نص معلقة فلفل اسود. وعندي نص معلقة كمون. وعندي معلقة كبيرة 7 بهارات، بس مش دي السر برضو. وحط بابريكا مدخنة، وحطيت انا بابريكا مدخنة. وبقلبهم كده مع بعض البهارات. وبعد كده هاخد الخليط بتاعي ده بقى وهحطه فين؟ هحطه في الكبة بتاعتي. انا عايزه اللحمه تبقى ناعمه جدا وتندمج مع كل الخلطه دي زي ما انتوا شايفين. بقت ناعمه قوي قوي كاني بعمل كفته. هنا بقى انا شلتها معايا. هنا بقى ده السر بقى. هنا انا عندي كان ليا ضاني بشرتها تعملي حوالي معلقتين كبار ليا ضاني، وقلبيهم مع اللحمه بتاعتك. انا ما حطيتهمش في الكبه علشان انا مش عايزاهم مع الكبه واللحمه، هتلاقيه ان هو ساح، انا مش عايزاه كده. وهنا انا عندي حزمة بقدونس. مش عايزة العيدان، انا عايزة الورق بس. هحطها مع اللحمة وادخل اللحمة بقى بتاعتي التلاجة. ادخلها التلاجة عشان عقبال ما اعمل العجين. هنا انا عندي 3 كوبايات دقيق، حطيت عليهم معلقة صغيرة خميرة ومعلقتين سكر. وعندي هنا بقى ايه؟ الزعتر البري يا جماعة، بيدي للعجينة طعم وللحواوشي بيخليه يعني تحفة 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 يعني. كل اللي بياكل من ايدي الحواوشي بيحب ان هو، واللي بيعرف السر اللي انا بحطه بيحطه. وحطيت هنا على ال3 كوبايات كوباية كبيرة مية. طبعا انت بتفركي الزعتر كويس قوي عشان يطلع نكهته في العجينة، ما تسيبهوش كده. طبعا والملح بتاعك، حطيت انا نص معلقة ملح بس ما تصورتش مع العجينة. وابتدي ان انا بقى اعجن العجينة بتاعتي. هنا انا عندي معلقة زيت. ال ال ده ربع كوباية زيت، خدت منها معلقة. انا مش عايزة زيت كتير في العجينة. وهبتدي ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس قوي. اعجنيها لحد ما الزيت يندمج مع العجينة. زي ما انتوا شايفين احنا بنعجن العجينة بتاعتنا كويس قوي، بنخدمها. يعني انت بتخدمي العجينة بتاعتك عشان تطلع لك رغيف حواوشي اسكندراني لا يعلى عليه. انا بقى ايه، فضلت اضرب فيها اضرب فيها واعجنها كويس قوي قوي
وهنا ايه العجينة بتاعتي طرية، بس ايه بتلزق سنة بسيطة، بتلزق سيكة بسيطة كده. هنا بعد ما خمرت انا اديت لها طبعا، نزلت التخمير، وابتديت ان انا احطها عندي على مفرش السيليكون عشان ابتدي ان انا اقطعها. انا خدت نص العجينة عشان ايه ما اسحمش الدنيا عندي، عشان ابتدي اعمل حاجة في حاجة. قطعت العجينة، وابتدي ان انت ايه الحتة الكبيرة يعني تظبطيها، حاولي تخليهم قد بعض. انا خليتهم قد بعض 4 وحدات، وبعدين جبت بقى اللحمة بتاعتي وقسمتها كور. الكورة يعني ايه متوسطة، ما تخليهاش صغيرة أوي ولا كبيرة أوي عشان ما تطلعش من العيش. هنا انا حطيت الكورة بتاعتي، فردت العجينة بتاعتي شوية صغيرين وحطيت الكورة وقفلتها. تأكدي هي ملزقة هتقفل كويس، ما تقلقيش. حطيت اهي الكورة بتاعتي، وهبتدي ان انا اقفل. العجينة بتلزق في بعض لان فيها نسبة تلزيق، واقفلها كويس من تحت واسيبها. هنعمل بقى الباقي، هعمل الباقي وهقول لكم بعد كده نعمل الخطوة بتاعتنا ايه تاني. انا بقى اتاكد بس ان هي مقفولة علشان خاطر ما تفتحش معايا وانا باجي افردها. بفردها حاجة بسيطة، احنا ما بنفردهاش. بعدين الكورة اللي انا عاملاها بتاعت العجينة مش تخينة قوي، رغم ان طعم العجينة كان تحفة. يعني لو تاكلي العجينة لوحدها كده طعمها جميل. هنا انا بدهن مفرش السيليكون معايا عشان اما هاجي افرد هتلزق معايا. هنا انا جبت اول واحدة عملتها، وبفرد من جوه لبره عشان اللحمة بتاعتي تبقى في الطروف. يعني بتدوسي من النص عشان تيجي معاكي في الطروف اللحم. بفردها معايا كويس، وحاولي تخليها بشكل دائري على قد ما تقدري يعني. وبجيب الشوكة وبغزها كده شوية، يعني بعمل فيها فتحات وخرام علشان انا مش عايزاها تنفخ معايا او تخمر واللحمة ما تستويش. يعني احنا لو مخرمناش كده هتنفخ معاكي وهي على النار، هتلاقي ان في فرق بين تبقى نية من جوه. فعشان كده انا بخرمها وبرضو على النار لو علت بعمل كده. انا بنفرد من جوه لبره، يعني من النص بتفردي لحد بره، وبن نديها كده كام خرم فيها. وهنبتدي بقى ايه اعمل الباقي، واقول لكم هنعمل ايه على النار. انا هنا عندي المقلايه، حطيت فيها لو عندك سمنه بلدي بقى طبعا تبقى حاجه تحفه، ولو عندك ليا ضاني برضو تحطيها معاها. بس ليا خلصت وانا ما عنديش سمنه بلدي، فحطينا زيت. متقلقيش طعم الليا هيبان. هنا انا سبت الزيت عندي يسخن شويه، انا عايزه الطاسه سخنه زي ما انتوا شايفين على طول. اول لما نزلتها انا عايزه الطاسه سخنه، اول لما تنزل اتشمعت وبعدين قلبتها. وطي بقى النار بتاعك واسبيها. الرغيف عندك بياخد 25 دقيقة، من 20 ل25 دقيقة على النار. بنفضل كل شوية نقلب فيها، بس وطي النار علشان احنا مش عايزينه يتحرق واللحمة ما تكونش استوت. ولو تلاقيتيها علت زي ما شفتها كده عندي علت، ببتدي بالسكينة كده ايه افضل اغز فيها، اعمل فيها خرام كده لحد ما تطلع الهواء بتاعها، واضغط بالمعلقة بتاعتي عشان اللحمة تلامس قاع المقلاية. زغدي فيها، زغدي ما تقلقيش. اهم حاجة عندنا اللحمة تستوي، احنا عايزين الرغيف ما يبقاش عالي. ولو حابة تحطيها في الفرن ممكن تحطها في الفرن، هتاخد نفس تقريبا الوقت. هي بتاعة الفرن بتبقى مقرمشة اكتر ومحمرة اكتر، وعايزاها طرية غطيها على طول. بس بتاعة العين بتبقى قطرة مش محتاجة. زي ما انتوا شايفين تحفة فنية بصراحة، كان طعمها جميل. وأتمنى أن الوصفة تعجبكم، وأتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.